كيفاش توجدي كعكات كل حبه قبل الاخرى وبكلاصاج طري ويقعد طري مده طويله ولا فخس معسله. تبعوا معايا نبداو بلا بات. 3 كيلات فرينه مغربله، رشه ملح، باكيلا فاني ولا مغرفه صغيره. نخلط كلش ومن بعد نزيد كيلا لا مارغارين ونبدا نصابلي في الفرينه مع لا مارغارين حتى نتحصل على هذا الميلونج. ومن بعد نجمع العجينه بالماء والماء زهر حتى تتجمع لاباط، ونقعد نقطع في العجينه بهذه الطريقه باش تجيني لاباط ليس وما يقعدوش هذوك الحبات صغار في العجينه. ولاباط لازم تكون شاده روحها، يعني ما طريه بزاف ما ناشفه بزاف. نفيلميها ونخليها تريح دو كوتي ونوجد لافارس. في لافارس درت 2 كيلات لوز مرحي رقيق، زدت عليه نص كيلو سكر، مغرفه صغيره سمن، نخلطهم ونزيد باكيلا فاني ولا نص مغرفه صغيره قرفه. نجمع كلش بالماء زهر ونعجن مليح حتى يذوب السكر ويتعسل واللوز يتلاصق شويه بين يديكم. ونفورمي دي بول تاع 15 غرام. نحل بالغولو العجينه اللي وزنتها 35 غرام، ومن بعد ناخذ لو بودان تاع لافارس ونطلع لاباط ونلصقها مليح ونبدا نرولي. نعبص شويه على لو بو تاع العجينه باش نخرج اون بوينت، والكوتي الاخر نحلو ونغلق لي دو بو ونسوديهم مليح ونحطهم يطيبوا في هاد ليمول باش يجوا كامل قدقد في الفوغ اللي كنت شاعلتهم قبل على 180 درجه، ونخليهم بين 25 30 دقيقه. بعد ما طابوا نخليهم يريحوا ليله كامله قبل ما نطليهم باش ينشفوا والطليه تشد خير. ما بقى لي غير نوجد الكلاصاج. الطليه خديت باكي سكر كلاص المرجان، غربلتو وزدت مغرفه صغيره كولورون بلون باش يجيني ان بلون نيج، وكيلت بكاساتين نص كيلو حليب، نص كيلو ما زهر، 4 كيلو زيت، حبه قارص عصرتها وصفيت هذاك لو جو. نفرغ كلش في كاس غامق ونميكسي. نبدا نفرغ غير بشويه على السكر ونخلط حتى الطليه تجيني ثقيله كيما راكم تشوفوا. نغطيها ونخليها تريح على الاقل ساعه، واذا نشفت وتقالت بزاف حلوها غير بشويه بهذاك الميلونج اللي كنا خدمناه ولا خلاص لكم ديروا مزهر. نطلي كل حبه بهذه الطريقه وبالكوردون نتقب لي بولدير، نخبطهم غير شويه باش هذيك الطليه الزايده تهبط للتحت. بعد ما نشفوا نحي بالموس هذاك الزياده تاع الطليه اللي من التحت، ومن بعد بالبانسون نديكوريهم بلا بودغ ناكري بلون دوري، ونلصق بالطليه اللي قعدت لي هاد الوريدات اللي خدمتهم بلا باتا سوك. وانتم تقدروا ديكوريهم على حسب لو غو تاعكم. وفي لا فاهم لي كيفاش جاو. نتمنى يكونوا عجبوكم. قولوا لي في لي كومونتير رايكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.